مساكم اخواني اخواتي بكل خير. معكم ليندا بالضبط متبسة. تحية طيبة الى كل من يتابع القناة. اليوم حنعطيكم بعض الاسرار على الصبغة كولوراي، حنعطيكم مميزاتها وكذلك العيوب. اذا اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، انا ليندا مختصة في التجميل وكذلك في تلوين الشعر كولوريست. فاذا كان عندكم اي سؤال فيما يخص هذه المجال اتركوه لي في التعليق. قبل ما نبدا ايضا حنقول لكم باللي راح نحكي على الصبغه هذه، المميزات تاعها والعيوب تاعها، بالاضافه حنعطيكم دائما البدائل. اول حاجه صبغه كولوراي هي صبغه ايطاليه متوفره في الجزائر، يعني عندها مده كبيره يخدموا بها الحفافات بزاف، مليحه فيها لي كولور. واهم حاجه في هذه الصبغه انها تحتوي على مصححات الالوان. نعرفكم مصححات الالوان وش هي، اللي تلقوا مكتوب هنا اخضر، ما تلقوهاش بالاسم، عفوا بالرقم، تلقوها بالاسم، تلقوا اخضر، ازرق، اصفر، احمر، يعني رمادي، اصفر، هكا. يعني هذه هي مصححات الالوان. الدور تاعها هي تصحيح الليماش والصبغات وكذا، وكذلك يعني نصبغ بها الالوان هذيك الكريزي كالر. راح نحكوا اول حاجه على مميزاتها. مميزاتها انها عبوه كبيره، شوفوا قدوه العبوه راهي كبيره بزاف. فيها الامال تاعها راح نقول لكم شحال، دقيقه واحده. اذا البنات فيها 100 امال، يعني شوفوا كبيره بزاف وتكفي يعني الى درجه كبيره. المميزات تاعها كما قلت لكم رخيصه في الثمن، الحجم تاعها كبير، تغطي الشيب بنسبه كبيره، ماشي 100%، مي تغطي. كاين حاجه اخرى فيها اللي ما تعرفوهاش، علاش الحفافات يستعملوا كولوراي؟ لانه اول حاجه تحتوي على مصححات الالوان احنا محتاجينهم، وكذلك انها تروح بالخف. طبعا كل الحفافات يحبوا اي واحده تصبغ عندها شهر يعني يروح بالخف وترجع لها، هذه باينه. لذلك هذه الصبغه غسلتين فقط وباي باي، يعني ما تلقاش في الشعر اصلا. اذا كنتي راح تصبغي صبغه مثلا انت عروس وحابه تصبغي حاجه، لازم تشري يا اما ماجيريل يا اما تشري صبغه دائمه. كاين عبر الويب سايت، يعني عبر المواقع اللي تبيع في الجزائر او لي فوندوز او المحلات الكبيره، قولوا اعطيني صبغه دائمه. اذا كنتوا حابين نعمل لكم فيديو كامل على الصبغات الدائمه اللي معروفه حنقولها لكم. اهمها هي ماجيريل، تدوم اكثر، يعني هي شبه دائمه بصح تدوم صح. هذه لاجام اللي هي كولوراي هايله في كل الالوان، فيها يعني ما لا نهايه، فيها الرمادي، فيها الجرانا، النحاسي، فيها كل الالوان، لكن للاسف ما تدومش. يعني تخيلي انت تكوني عروس وتعملي بها صبغه، غسله الثانيه الثالثه تروح ليك. فمن الاحسن اذا كنتي عروس وراح تديري حاجه مليحه، ديرها بماجيريل ولا ديري ليماش باش تبقى ليك اكثر فتره ممكنه. وكديري ليماش دي من كولوراي اي لون يكون تابع يعني فاتح، ديري به الرنساج تاعك او ديري به الكولاج كنت حطيته لكم في القناه. اذا من احد عيوب هذه الصبغه انها غير دائمه، فبالتالي ما تقعدش معاكم. لذلك يعني الحفافات الكل يخدموا بها. ما نظنش بلي كاينه حفافه راح تخدم بحاجه تقعد لك 3 شهور 4 في شعرك. يعني هذا هو السوق، يعني الحلاقه والتجميل هي سوق تجاري، كيفها كيف الكوسميتيك، كيفها اي واحد. فانت لازم تتعلمي انه اذا كنتي حابه تحافظي على اللون وش تعملي. الرنساج، شامبوان اللي خاص بالشعر المصبوغ، شراء صبغه تكون دائمه ماهيش نصف دائمه او غير دائمه. بالاضافه انه الحفاظ على اللون، كاين ماسكات، كاين زيوت الى اخره. فكان هذا هو فيديو اليوم، حبيت نعرفكم على هذه الصبغه. صح هي رائعه روعه تصبغ، فيها مصححات الالوان تقدروا تستفيدوا منها، فيها الكريزي كولر، لكن غير دائما للاسف. وايضا حتى في الشيب يعني ممكن تصبغي بعد سمانه تهبط لك، فهي ب40,000. فنشري أحد أحسن من أندريا، لون أحسن. خير وخير، إلا إذا كنت تخدمها فوق القماش راح تدومك شوية. كان هذا هو فيديو اليوم على الصبغة اللي طلبتوها مني اللي هي كولوراي. إذا كان عندكم تجربة معها خلوها لي في التعليقات. تهلاو في روحكم، السلام عليكم.